تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم، ولذلك على مدار 7 أشهر قمنا بزيارة العديد من الأشخاص المسنين لنسألهم ما هي أهم دروس الحياة التي تمنوا لو كانوا يعلمونها في شبابهم. ولقد جمعنا جميع الإجابات ولخصناها في 18 نقطة سوف تغير نظرتك للحياة إلى الأبد. هذا الفيديو مهم جدا، لذلك شاهد الفيديو حتى النهاية، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك بالقناة وأن تشارك هذا الفيديو مع الأشخاص الذين يحتاجون معرفة هذه النصائح التي لا تقدر بثمن. النصيحة الأولى: لا شيء يدوم إلى الأبد. المال والجاه وحتى الألم هو مؤقت وسوف يزول، لذلك لا تتعلق بشيء زائل. حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل، التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة، ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة: اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما، لا تتذلل، واجعل ثقتك بالله كبيرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك حافظ على كرامتك، ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة: هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها، وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالسيطرة. إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة: لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة: عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص: عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة: أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن،
لذلك احرص على وجود أصدقاء في حياتك في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل عن هذه الدراسة الرائعة على قناة التحفيز اليومي، وسوف أترك لكم الرابط في أسفل الفيديو. النصيحة التاسعة: خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير. النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا، تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. لمساعدتك على تطبيق هذه النصيحة، يمكنك مشاهدة فيديو لا تكن لطيفا أكثر من اللازم في قناة التحفيز اليومي. النصيحة 11: أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة 12: لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس. لذلك اتركهم وامضي، واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة 13: المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة، تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبدا. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ. المال ليس سعادة. ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة 14: صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما: أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة 15: ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور.
ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة، فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان موظفا ينتظر راتبه كل نهاية شهر. النصيحة 16: لم يفت الأوان بعد للبدء بشيء جديد. سيصل الكثير من الناس إلى سن معينة في حياتهم ويفكرون: أتمنى لو فعلت ذلك. الآن حان الوقت للتوقف عن هذا التفكير وإدراك أنك لم تتقدم في السن لتحقيق أهدافك وأحلامك. تذكر أن كولونيل ساندرس أسس سلسلة مطاعم KFC الشهيرة في عمر 65. النصيحة 17: لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء. وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18: عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت. وفي النهاية لا تنسى مشاركة الفيديو مع الأشخاص الذين يحتاجونه، ولا تنسى أيضا الإعجاب بقناتكم، التحفيز اليومي